النهارده هاقول لك على 10 قطع كل واحدة فيهم تقدر تخلّيك شخص أشيك في كده، ولو مش مصدق جرّب قبل ما تحكم. السلام عليكم، أنا مصطفى وائل، وأول قطعة هي قميص أبيض سادة casual مش formal، يعني مش قميص بدلة، قميص القماشة بتاعته casual مش بيلمع خالص، في تفاصيل casual زي زراير في الياقة أو جيب أو لوجو صغير، من الآخر قميص هتطلعه برّه البنطلون، القميص ده هو فعلًا القطعة الجوكر في دولابك، تقدر توظفه زي البادي الأبيض لكنه أشيك بكتير وينفع يتلبس casual أو formal، وهتقدر تلبسه حتى لو جسمك مش حلو أو عندك كرش، تقدر تلبسه تحت أي بلوفر أو سويتر أيًا كان لونه أو ستايله هيعمل طقم في منتهى الشياكة، وتقدر تلبسه تحت أي جاكيت جلد، بامب، جينز، شموا، بامر، بوخ أو أي جاكيت تاني، وهيعلي من شياكة الطقم، وعلى فكرة بيبقى حلو أوي مع كوتشي أبيض أو بلطو بني حسب باقي الطقم. وبما إننا جبنا سيرته فرقم 2 هو البانس البني أو الهافان، وأنا هنا أقصد الهافان الغامق، لأن الهافان الفاتح مش بيبقى حلو أوي في البانسات، في رأيي طبعًا. البانس حذاء مش كاجوال صرف ومش فورمال صرف، ممكن تلبسه على تيشيرت بولو وبنطلون جينز، وممكن تلبسه على بدلة كاملة، وطبعًا يتلبس على أي طقم بين الاتنين. أنا اخترت اللون البني مش الأسود لأنه بيتلبس على أطقم كاجوال أكتر، يعني ممكن تلبسه على أي بنطلون جينز أو على بنطلون جبردين زي الزيتي والبيج والأبيض وغيرها من الألوان، فهتلاقي نفسك بتلبسه كتير وكل مرة بتلبسه فيها بيضيف لك وبيحسن من مظهرك. هو مش مريح زي الكوتش طبعا لكنه اشيك بكتير، عشان كده ما تلبسوش في المشاوير اللي فيها فرهضه، بس لازم تبقى فاهم انه اشيك من اي كوتشي، عشان كده البسه كل ما تجيلك الفرصه. رقم 3 بدلة كحلي. أول بدلة هي نقطة تحول في مسيرة أي راجل، وأنا كمصطفى بشوف إن أول بدلة في دولاب أي راجل لازم تكون باللون الكحلي. ليه بقول إنها نقطة تحول؟ لأنك لما بتبقى عارف إن في بدلة في دولابك تقدر تلبسها في أي وقت، هتروح كل المناسبات المهمة والأفراح وأنت واثق في نفسك، سواء لبست البدلة وأنت رايح أو لأ، فالموضوع راجع لاختيارك. لو شايف المناسبة مهمة كفاية إنك تلبس البدلة هتلبسها، لو لأ هتلبس حاجة تانية، أنت اللي بتقرر. والبدلة عموما من القطع الرجولية جدا اللي بتحسن شكل كل الرجالة بلا استثناء وبتخفي عيوب الجسم. يعني بصراحة أنا في حياتي كلها ما شفتش راجل واحد شكله وحش في بدلة كحلي مظبوطة عليه، فما أعتقدش إن أنت هتبقى الاستثناء. رقم 4 ساعة معدن حجمها مناسب لحجم دراعك، تحديدا لو ما عندكش ساعة أو بتنزل من البيت من غير ساعة. الساعة هي أهم إكسسوار ممكن أي راجل يلبسه، هي القطعة الأساسية قبل ما تفكر في حظاظة أو سلسلة أو خاتم أو أي إكسسوار تاني. اشتري ساعة معدن لونها فضي والمينا أو الوش بتاعها لونه أبيض أو أسود وما فيهوش تفاصيل كتير، هتلبسها على كل اللبس اللي عندك سواء كنت لابس تيشيرت وشورت جينز أو كنت لابس بدلة، يعني مش هتقول لك لأ. رقم 5 اعمل لايك للفيديو، معلش هما 9 قطع بس لكن عنوان 10 قطع أروش شوية، اعمل لايك للفيديو. رقم 6 جاكيت جلد اسود. اظن ان كل متابعين القناه القدام عارفين ان انا مش من عشاق الجاكيت الجلد الاسود بشكل شخصي، واني بحب البني اكتر بكتير، لكن ما اقدرش انكر ان الجاكيت الجلد الاسود هو قطعه بتليق على اي راجل وتقدر تلبسها كل يوم وهتبقى شيك كل يوم. بتتلبس على بادي قميص هودي هاي كول، على بنطلون جينز او قماش، على كوتشي او جزمه او بوت، في ناس حتى بتلبسه بدل جاكيت البدله، يعني على قميص وكرافته وبنطلون فورمال، ولو اني ما انصحش بده. المهم انه قطعه جوكر ومميزه وشيك جدا. انت كشاب ممكن ما تقدرش تجيب جاكيت جلد طبيعي بسبب الاسعار المجنونه، بس لو هتجيب جلد صناعي حاول تستنضف شويه عشان الجاكيت ما يقشرش معاك ويبوظ بعد سنه او سنتين، وحتى في السنه دي ما يبقاش باين عليه انه رخيص. جلد السكاي اللي بيلمع قوي وملمسه ناعم جدا مش احسن جلد تلبسه، فحاول تختار حاجه تانية. ولو مادياتك ما تسمحش انك تجيب جاكيت نظيف استنى شويه، حوش اكتر لحد ما تقدر تجيب حاجه نظيفه. رقم 7 بلطو رمادي او اسود او بيج، خصوصا لو سنك مش صغير يعني 25 سنه وطالع، هتلاقي مناسبات واوقات كتير تقدر تلبسه فيها في الافراح والمناسبات والتجمعات العائليه واحيانا كمان في الشغل. لو انت طويل هات بلطو طويل واصل لحد الركبه، لو انت متوسط او قصير هات بلطو فوق الركبه اطول من جاكيت البدله بس مش واصل لحد ركبتك. بعد اذنك هات البلطو على مقاسك وظبط طول الكم. لو طويل البلطو المظبوط هيخليك راجل شيك، بس البلطو الواسع قوي هيخلي شكلك اهبل، والاحسن انك ما تلبسوش. رقم 8 كوتشي جلد بلون غير الابيض. في عصر انتشار الكوتشيات البيضاء وبقيت تمشي في الشارع تشوف اكتر من نص الشباب لابسين كوتشي لونه ابيض، تغيير بسيط زي انك تلبس كوتشي هافان او بيج او رمادي او كحلي او حتى اسود هيخليك مميز، هيبقى ملحوظ وهيخليك مختلف عن باقي الناس وبطريقه كويسه. لو بتلبس بنطلونات جينز او بنطلونات ابيض بيج اوف وايت فكر في كوتشي جلد بني او هافان، هيبقى شيك جدا، وجربه بنفسك في محل الكوتشيات قبل ما تشتري وهتفهم انا قصدي ايه.
رقم 9 نظارة شمس. كل القطع اللي قلت عليها النهارده تقدر تلبسها كتير، لكن نظارة الشمس بالتحديد تقدر تلبسها كل يوم. مفيش حد شكله من غير نظارة الشمس احسن من شكله نظارة الشمس، الا لو عينك ملونة ورموشك طويلة وشبه الموديلز. في الحالة دي ممكن افهم انت ليه مش عايز تلبسها، بس لو انت مش كده زيي وزي اغلبية الناس اللي بتتفرج، حاول تلبس نظارة الشمس في اي وقت تنزل فيه من البيت. استثمر في نظارة شمس جودتها كويسة، لونها اسود او بني، عشان تقدر تلبسها على اي طقم عندك. واهم تفصيلة انها تكون لايقة على شكل وشك. ولو مش عارف شكل وشك ممكن تشوف الفيديو ده، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف، بقول لك فيه على طرق كتير تقدر تعرف بيها شكل وشك. رقم 10 تيشيرت بولو ساده مظبوط على مقاسك. وركز جدا جدا في كلمه مظبوط على مقاسك، لان دي هي اللي بتفرق البولو الموجود في دولاب صحابك وكل الناس اللي تعرفها عن البولو اللي موجود في دولاب الراجل الشيك. دي اللي بتخلي واحد معاك في الدرس او في الشركه بيلبس تيشيرت بولو عادي جدا بس شكله حلو قوي عشان مظبوط عليه. انت ممكن تكون فاكر ان شكله حلو عليه عشان هو فورمه او جسمه كويس، وده عامل طبعا بس مش الاساس. العامل الاهم هو ان التيشيرت مظبوط عليه من كل حته. الكتف مظبوط بالظبط، الكم مش واسع قوي ومش طويل. انت ممكن تقيس 4 أو 5 تيشيرتات بولو لحد ما تلاقي كل التفاصيل دي مظبوطه، بس لو لقيته اي تيشيرت بولو هيبقى حلو عليك، سواء كان ابيض اسود رمادي كحلي ايا كان اللون. وانا بحب الساده لانك ممكن تلبسه اكتر من غير ما يبقى شكله مميز او يعلم مع الناس، بس طبعا ليك حريه الاختيار. دي كانت قطعه مميزه هتفرق في دولابك. لو عايز تعرف ازاي تبني دولابك كله من الصفر ممكن تتفرج على الفيديو ده، هيفيدك كتير. ولو عايز تشوف فيديوهات اكتر مخصصه للشباب عن اللبس والشخصيه والعلاقات ممكن تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.